طول عمري عندي نظرية ان انا بقارن العربيات بالشخصيات. بمعنى ايه؟ ان الشخصيات البني ادمين عامة او الشخصيات الكبيرة او الشخصيات الهامة او المشهورة اللي حفرت اسمها في التاريخ، نفس القصة دي موجودة بالنسبة لي في وجهة نظري العربيات. يعني في عربيات أثرت على أجيال كاملة، سابت تأثير قوي جدا جدا جدا، خلى إن العربية دي بقى ليها شخصية وحفرت اسمها في تاريخ السيارات. النهاردة العربية اللي احنا جايين نتكلم عليها دي عربية فعلا عرفت تحفر اسمها في تاريخ السيارات، وعربية أنا بالنسبة لي من العربيات اللي كنت أمنية حياتي إن أنا أمتلكها في يوم من الأيام، في حين إنها كانت صعبة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن ما كانش فيها غير 2 بس. تعالوا بقى النهاردة نخش جحر جحا الرشداني ونطلع المفتاح التاني. عربية النهاردة اللي احنا جايين نتكلم عليها عربية قاهرة، كانت بتقهر العربيات الاكزوتكس. ليه بقى؟ لانها كانت من العربيات اللي اخذت لقب اسرع عربية في العالم 4 دورز. ما تيجوا بقى نشوف هي ايه. حد عرف؟ يلا بينا. E39 M5 عربية من العربيات اللي عملت ضجة مفيش اختها وقت ما نزلت العربية دي. العربية دي اخذت لقب اسرع عربية سيدان في العالم. العربية دي نفست عربيات لو قلت لكم عليها انتوا مش هتصدقوا. يعني اديكم مثل بسيط، العربية دي كانت منافسة بنفس الباور بتاع الفيراري المودرن 360 ونفس الباور بتاع التربو 996. فانتوا فاهمين العربية دي على عربية 4 دورز بالباور ده 400 حصان يعني ايه؟ حاجة كانت مش عادية. عاوز اقول لكم معلومة يعني صغيرة، انا وانا واقف جنب العربية دي انا اصلا يعني متوتر. ليه متوتر؟ لان انا نفسي يعني انا مش هعرف اوفي شرحي لهذه السيارة، لانها بجد عربية انتوا مش فاهمين يا جماعة، عربية اسطورية، يعني عربية مش عادية خالص. فانا يعني واقف جنبها ومتوتر خلصان. طيب خلينا نتكلم على بداية الام باور، فكرة الام. خلاص جت شركة بي ام عملت عربية اسمها M1 اللي هي ايه؟ حبوا ان هم يشاركوا في سباق ليمان اللي هو 24 ساعة، فعملوا عربية اسمها الام 1. العربية الام 1 دي كانت من العربيات اللي كانت بدايتها بداية الام باور، وكانت عربية ما بتهزرش خالص، وحتى شكلها كان تحفة جميلة جدا، انسيابية جدا، وفي نفس الوقت كانت سبورتي قوي عكس المعتاد بتاع بي ام دبليو. جت بعديها فكروا بقى، هبت في دماغهم ان هم يحطوا الموتور الام 1 ده يحطوه في عربية سيدان عادية تقدر تستخدم هذه السيارة. فابتدوا بأول عربية حطوا فيها الموتور ده كان العربية الاي 28. حطوا الموتور ده كان انلاين 6، موتور حوالي 286 حصان. وبعدين في الموديل اللي بعديه اللي هو اي 34 حطوا فيها الموتور برضو انلاين 6 عبارة عن 311 حصان، وكان في اخر الجنريشن بتاعها اللي هو الاي 34 وصل ل 340 حصان. جم بقى بعد الاي 34 قال لك الاي 39 قصة وحكاية تانية خالص، موال تاني. طبعا هم زي ما احنا قلنا كان انلاين 6، هوب راح عاملين ايه؟ V8 موتور اسطوري 8 سلندر 4.9 لتر 400 حصان 500 تورك. بس يعني بص ممكن تقوم بالجراج ده كله تاخده على سقفها وتطير. حلو، تعالوا بقى اوريكم الشكل الموتور كان عامل ازاي. بص يا عم الحاج سمي بسم الله. موتور لما اتعمل ثبت وجوده بطريقه مرعبه، لدرجه زي ما انا قلت لكم ان هو كان بينافس عربيات مش عاديه زي الفراري والبورش
والكلام ده كله، لان كان نفس الهورس باور. وفي الاخر ايه؟ انت بتتكلم على عربيه سيدان 4 باب مريحه جدا، ودي كانت من ضمن مميزات الاي 39 اصلا، ان هي عربيه مريحه جدا، ومع ذلك صاروخ ما بتهزرش. وفي نفس الوقت ان العربيه الجم عند الاي 39 خلوا الفتيس يبقى مانيوال، مفيش منها اوتوماتيك، هي نزلت مانيوال بس. زي ما انتم كلكم عارفين، انا طول عمري بقول ان الايرا بتاعه التسعينات بالذات او اواخر التسعينات كانت من اكتر الفترات اللي كانت شركات العربيات بتعمل عربيات ساعتها ان هي ما تبص، وانها تعيش معاك مدى العمر. العربيه دي اتعملت مش بس ان هي تبقى لكجري ومريحه والكلام ده كله، لا، هي اتعملت ان هي تنكد على ماركات مش هزار، لدرجه ان حتى في الحاجات اللي هي المفروض تبقى اوبشن مريح في العربيه كانت الدبل جليز، الازاز اللي هو الدبل. لو جيتوا بصيتوا هنا هتلاقوا ان الازاز ده مجوز زي ما انتم شايفين، مش هتلاقي عربيات في الفئه بتاعه ال 500 والاي والحاجات اللي هي المتوسطه بيتعمل فيها الازاز المجوز. كان دايما بيتعمل في العربيات اللي هي اللكجري قوي زي الرولز رويس وال700 وال800 وال900. هسيبكم بقى تتفرجوا على العربيه من جوه بتفاصيلها. انا عاوز اقول لكم ان العربيه دي كانت حالتها مش افضل حاجه. العربيه دي انا تعبت فيها تعب فوق ما انتم متخيلين عشان تطلع بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، وقعدت فيها فتره وكنت نفسي اطلعها، انتوا مش فاهمين، ونفسي اسوقها وما كنتش بسوقها لان كان فيها حاجات كتير محتاجه تتعمل، ولسه عندنا حاجات محتاجه تتعمل فيها، بس ايه، ليه علاقه بالميكانيكا والعفشه، بس حاجات بسيطه جدا جدا. بس زي ما انتم عارفين انا لازم لما احب اركب العربيه لازم اكون تبقى بيكو. فهسيبكم بقى تتفرجوا مع العربيه وشويه ايه الانتيريور اللي جوه الحلو المريح الممتع. الخلاصه من اكتر العربيات اللي اثرت فيا بالذات الام او في بي ام دبليو، بس الام باور يعني كانت 3 عربيات، او منهم عربيتين ام ومنهم عربيه الالبينا. الاي 39 دي من العربيات اللي يعني هزاني فوق ما انتم متخيلين من ساعه ما جت. وعندنا الاي 30 الالبينا طبعا زي ما انتم عارفين دي متربعه على العرش، والزقزوقه الشقيه اللي ورايا الاي 46 الام 3 من العربيات اللي هزت برضو كمية عربيات منافسة يعني، ونكدت عليهم نكد محدش عرف يعمل معاهم حاجة. كل المعلومات اللي احنا قلناها ده المعلومات العامة على ام باور وعلى البي ام الاي 39. خلينا بقى ناخد العربية القطوطة دي ونطلع بيها بره ونستمتع. اخيرا ركبت واخدت رايد. عاوز اقول لكم ان انا دي اول مره اجرب ان انا اخد رايد للعربيه بالليل، اول مره، ومتعتها فوق ما انتم متخيلين، بالذات لما تكون عربيه انت اصلا بالنسبه لك عربيه كانت نفسك تقتنيها او نفسك انك انت تسوقها اصلا وتاخد الاكسبيرينس بتاعها. العربيه دي انا ركبتها اول ما اشتريتها ما كانتش شغاله، كانت عطلانه اصلا، وقعدت فتره الاول عشان اعرف اركبها واعرف انزل وبتاع. ما نزلتش بيها غير مره واحده قبل كده، وكانت بتقطع ورحت عشان اغسلها في نفس الوقت ما كانتش ولا عملت فيها اي ريستوريشن ولا عملت فيها اي حاجه خالص. العربيه كانت فيها برومه في حتت كتير، كانت مقشره من حتت، وكان عليها معجون كتير، وكانت في حاله مش الطف حاجه يعني. النهارده اول مره اركب العربيه في حاله انا اكون راضي عنها يعني زي ما انتم بتشوفوا العربيه دي دلوقتي
وبتحضروا معايا الرايد. دلوقتي متهيألي الساعة داخلة، لا ده الساعة 4 أصلا اوريدي، ودي أكتر وقت يعني أنا بحب أسوق فيه، لأن الطرق بتبقى فاضية، بتبقى هادية، بتعرف تسمع صوت عربيتك، بتعرف تاخد راحتك معاها، الجو بيبقى لطيف ولذيذ. عاوز أقول لكم إن أنا يمكن برغي شوية كتير على فكرة إن إحساس العربية والكلام ده كله، بس عشان خاطر فعلا والله دي أول مرة اسوق العربيه دي بالليل. انا عاوز اكلمكم الاول على فكره الام اصلا، او العربيه البي امات عامه. انا عاوز اقول لكم ان اكبر كولكشن موجود في العربيات اللي عندي هي بي ام دبليو اصلا. يعني ده اكتر واكبر كولكشن، يمكن اكتر متهيألي من مرسيدس. هو مينلي اللي عندي يعني مرسيدس وبي ام، ولكن بي ام اكتر، لان اول عربيه انا اصلا حبيتها او شدتني اصلا للعربيات هي كانت الاي 30. الاي 30 دي بالنسبه لي هي الحياه، هي كل حاجه، هي دي بالنسبه لي العربيات في العام. يعني هي اكتر عربيه انا حبيتها، واكبر كولكشن هو في الاي 30 بالاخص. المهم لما نيجي بقى كمان يعني الحاجه السبيشال اكتر، وهي الام. الاي 46 كانت من اكتر العربيات اللي انا بحبها في الامات عامه. اي 46 ام 6 طبعا، موتور الليجند الفي 10 بحبه جدا جدا. في العربيه الاي 39 دي كانت صعب قوي انك انت تعرف تختار او تجيب اي 39 نضيفه اصلا. يعني عشان تجيب اي 39 نضيفه دي ما كانتش سهله، وانا بالفعل جبت الاي 39. كنت جايب واحده نضيفه 523، لو في ناس هتلاقي يعني هيتذكروها، بس يعني كان وشها مش حلو عليا فبعتها يعني لاسباب يعني، وبعتها وخلاص طبعا يعني ربنا، وقلت ايه يا رب ان شاء الله يخلفني حاجه احسن منها. وبالفعل والله زي ما بقول لكم حاجه من عند ربنا كده. ظهرت لي قصه الاي 39. كنت بتكلم مع واحد حبيبي معتز عاطف، وعرفني على، دلوقتي طبعا هو حبيبي واخويا، ماجد عبيد. ماجد عبيد هو كان صاحب العربيه دي اللي احنا راكبينها. هو اكشولي كان عنده 2، يعني اشترى 2 في وقت واحد، وباع واحده وخلى واحده. وبعدين حصل تواصل بقى ما بيننا وبين بعض ان احنا عاوزين نوصل لصاحب العربيه اللي اشتراها منه، وبالفعل اشتريتها ووصلنا لصاحبها التاني. شخصيه جميله جدا جدا وراجل محترم، كان سهل وبسيط يعني، وربنا كرمني. انا طبعا بقى في الفقره دي مش عاوز اقول لكم انا كنت حالتي ضربه، يعني مش مصدق، انا مش قادر، يعني مش عارف انام واستنى لبكره. يعني كان الموضوع بالنسبه لي مش سهل، فكان عاوز بكره تيجي بسرعه عشان نلحق نروح نبص، وممكن الراجل يغير رايه، يبقى عاوز يبيعها او يغير رايه. المهم يعني ربنا كرم، وفي الاخر رحنا. كان شخصيه محترمه جدا وايه، واهداها لي. انا بحب لما اشتري عربيه من حد بقول ان هو اهداها لي مش باعها لي، لان برضو الحاجه اللي هو بيبيعها دي حاجه قيمه بالنسبه له، وهو ممكن حسب الظروف اذا كان عاوز يبيعها لظروف ما، او خلاص يعني عاوز يلات جو، يعني مش قادر على مصاريفها او ايا كان، فبيضطر انه يبيع. فانا بقول ان هو اهداها لي يعني. المهم اخدت العربيه، بس العربيه كانت ما بتدورش اصلا، وقعدت فتره كبيره عشان تدور، بس دورناها بفضل ربنا يعني. وبعد ما دورناها خدتها وعملت لها الفول ريستوريشن بتاعها في الجراج. انا كنت خايف على العربيه دي للدرجه ان انا مش عاوز اطلعها بره اصلا، انا عاوز اخليها في الجراج، وكل حاجه تعمل سمكاره. ويعني يمكن العربيه دي خرجت فقط وقت عشان تروح الكابينه تترش في الكابينه، لكن اتجهزت والسمكرت وكل حاجه. حتى ايفن الفرش عملته عند حبيبي عائله الحربويه، من احسن الناس في مصر بصراحه في موضوع الجلد والكراسي وفي البي امات عامه. اصلا هم ما شاء الله اساتذه البي امات الكلاسيكس يعني. بس بقى هم جم اخدوا الكراسي اللي كان معموله في العربيه، كانت كراسي حمراء. طبعا انا ما كنتش حابب اللون، فغيرت اللون للاسود اللي هو الستوك بتاعها. وكمان اخدوا الكراسي كلها فكوها، اخدوها وبعدين فكوا السقف وعملوا السقف كله الكنتاره من اوله لاخره. فالصراحه هم اجتهدوا في العربيه دي، ولولاهم ما كانش العربيه طلعت من جوه ما شاء الله بالشكل الجميل ده. المهم فتعبت فيها جامد عشان اعرف اوصلها للمرحله اللي هي فيها دلوقتي، والحمد لله يعني بنسبه 85%، which is ده رقم كبير خلي بالكم. 85% طالعه
الحمد لله مشرفه جدا. زي ما قلت لكم هي مفيش غير عربيتين في مصر، فطبعا في منها عربيات تانية بس سيستم، يعني عربيه 500 وبعدين ركب عليها جابوا عربيه A39 M5 من بره وبعدين بتتجمع وبعدين تتحط فيها، لكن هي دي ماتشنج نمبر M5 اوريجينالي. طيب عشان مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده، ولكن انا عاوز احكي لكم الاكسبيرينس. انا طبعا مش عارف ادوس عليها قوي لانها لسه فيها شويه حاجات خفيفه في الميكانيكا عاوزه تتظبط، ولكن هقول لكم من وجهه نظري الاي 39 الام 5 احساسها عامل ازاي. العربيه دي احساسها اكتر حاجه بتحس بيها مش الهورس باور، اكتر حاجه بتحس بيها هو التورك. بتحس ان في كل دوسه انت بتدوس تحس ان ما بتنامش. العربيه دي ناتشرال اسبريتد يا جماعه، ما فيهاش ولا تربو ولا اي حاجه ميكانيكيه صرف. عربيه عباره عن موتور بفتيس خلفي واخد بالك وكورونا ال اس دي طبعا، ودوس يا معلم. وبعدين عاوز اقول لكم حاجه، العربيه دي لما بتدوس العربيه دي دايما بتحب تروح بالجنب. هي يعني فيها كده ليه؟ بسبب التورك اللي فيها رهيب. فمن اول الحاجات اللي لاحظتها لما ركبت العربيه دي لما كانت فايقه شويه كانت موضوع الايه؟ التورك بتاعها. الحاجه الثانيه بقى اللي انا عاوز اكلمكم فيها موضوع العربيه دي من العربيات اللي وانت راكبها انت حاسس بفخامه، يعني مش باور بس. فباور ساعات لما بتاخد الباور بيفرق بقى في الراحه وبتاع. انتوا لو ركزتوا احنا مفيش هزهزه، مفيش دبدبه، مفيش بتاع. العربيه دي الكرسي بتاعها لما جم يعملوا العربيه دي عملوها مش بس تبقى قويه وفقط او تبقى عربيه سبورتي، لا هم عملوها انها تبقى لاكجري ومريحه في نفس الوقت. فالعربيه دي من العربيات افضل الامات اللي ركبتها بصراحه في حياتي. وطبعا انا عاوز اوريها لكم ان اكشن كمان في تراك. انا عاوز اقول لكم العربيه دي هتبقى في تراك ما بتهزرش، ولكن انا هحاول ادوس كده واسمعكم جزء صغير من صوت العربيه، بس طبعا هي مش بكامل القوه بتاعتها اللي لسه فيها شويه تظبيطات. ولكن احنا دلوقتي على التاني صوت العربيه وصوت ال8 سلندر ال 400 حصان ال 500 تورك في اوائل الالفينات كان عامل ازاي. الاضاءه وقعت لازم تقع. دي في ار اس دي ولا ايه؟ خد تعال تحفه يا جدعان. صوتها اللهم بارك، هتسمعوا صوتها في الحته دي تحت المونوريل، فعامله زي الايه؟ النفق كده. جاهزين؟ بسم الله يلا بينا يا باشا. صوت ال8 سلندر فيها صوتها مميز. العربيه دي صوتها مميز، وفي حين خلي بالكم ان العربيه دي كلها كده لسه فيها مشاكل. انا عاوز اقول لكم ان هي بطلت اهو دلوقتي، عشان كده محمد اتمرمغ جنبي بس ايه؟ عشان هي مبرجله يعني. بس وهي مبرجله تقول لك انا عايش هلا انا احط عليك هلا، ما بتهزرش. قليله الادب. عربيه اللهم بارك يعني. احنا رجعنا عشان نخش على النفق ده او تحت المونوريل تاني عشان اسمعكم. يا رب بس ما تنفجرش بينا. جاهزين؟ اسمع يا باشا. بص من التاني اول ما بتدي التالت هي بتقول لك يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هوب بتنط. يعني مش بتنزل بقى ولا الباور ده بينزل، لا هو الباور ده بيفوت فوق، يعني اللي هو يلا هات لي اخرك. وهي كمان دلوقتي مش في القوه بتاعتها. وخلي بالكم انا كل ده اصلا في زرار الام ما دوستش عليه، زرار اسمه الباور او سوري السبورت ما دوستش عليه، ده اصلا لوحده وانت ماشي حاطط بنزين كده. لما تدوس على زرار السبورت ده انستنت بتحس ان عربيتهم ايه؟ فطه كده. ولا كلمه ولا كلمه ولا كلمه. تعالوا بقى نفرجكم عليها وهي ماشيه من بره واستمتعوا بقى. بس كده حبايب قلبي.